اهلا بكم في طاروت الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج العذراء طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج العذراء انا شايف ان في كتير منكم يمكن في ظروف او علاقة او اوضاع معينة انتوا بتمروا بيها، محتاجين فيها ان انتوا تتعلموا الصبر والاحتمال ويمكن بعض المرونة في التعامل، او بعض الصفات اللي انتوا بتمتلكوها، سواء كان في منكم يمكن في امور بتحاولوا ان انتوا تحللوها بأدق تفاصيلها، او بتحاولوا ان انتوا توصلوا لقرار معين او لتفكير معين. يمكن في حاجات انتوا حاسين ان هي مخفية عنكم او مش قادرين ان انتوا توصلوا لحقيقتها، وزي ما يكون في حاجة في حياتكم مخلياكم بين نارين. يعني ولا انتوا عارفين تاخدوا قرار نهائي بالرحيل، او تتمسكوا بحاجة ظاهرة ليكم بتخليكم تستنوا او تحتملوا، او حتى يعني تولد جواكم الامل من تاني. في حاجة مخلياكم محتارين، في حاجة زي ما يكون انتوا مش فاهمينها، او زي ما يكون انتوا حاسين بغموض اتجاهها، في غموض في الموضوع. أنا شايف إن في كتير منكم محتاجين يبقى عندكم إيمان وثقة إن اللي جاي هيكون أفضل بإذن الله. إن ممكن يكون انتوا في كرب أو في مشاكل في تعب، بس في آخر الطريق هيكون في خير من ربنا ليكم، هيكون في تعويض من ربنا ليكم. ثقوا في مشاعركم وثقوا في إحساسكم، ما تخلوش أي حاجة تحصل في حياتكم إن هي تحبطكم أو تخليكم تمروا باكتئاب أو تعب أو تتعب نفسيتكم، وممكن تؤثر على صحتكم، وممكن تؤثر على أهدافكم أو حتى على حياتكم اليومية. ابتدوا من جديد، حاولوا إن انتوا ما تسمحوش لأي حاجة إن هي تهز ثقتكم في نفسكم، وحاولوا إن انتوا تجددوا طاقتكم وابتدوا بداية جديدة. اعملوا حاجة تجدد طاقتكم، بلاش إن انتوا تكونوا محبطين على طول، أو إن انتوا تحبسوا نفسكم، أو إن انتوا تحسوا إن مفيش فايدة، أو ممكن يكون بتحسوا إن انتوا مش هتقدروا توصلوا للي انتوا عايزينه، او انتوا تعبتوا من كتر الخذلان، او من كتر ما انتوا بتثقوا في الناس ويمكن ما بتكونش الثقة في محلها. انا شايف ان انتوا مفيش حاجة تمنعكم ان انتوا دايما تبتدوا من جديد. انتوا جواكم إرادة تخليكم ان انتوا تقدروا يبقى في بداية جديدة، كل مرة بتقعوا فيها يبقى في بداية جديدة وصفحة جديدة ليكم، وان انتوا تقدروا تكملوا من تاني وما تقعوش. انتوا محتاجين ان انتوا تجددوا طاقتكم. انتوا يمكن فضلتوا فترة كبيرة في وضع معين او امر معين، ويمكن كنتوا محتملين وصابرين، بس البعض منكم يمكن محتاج ان انتوا تعرفوا ان مش لازم طالما انتوا حبيتوا شخص او وثقتوا في شخص ان انتوا دايما يعني تعدوا للشخص ده، او ان انتوا دايما تسمحوا حتى لو كان يمكن الشخص اللي قدامكم بيغلط في حقكم، بس من كتر حبكم او من كتر ما انتوا شاريين الشخص ده بتدوله فرصة واتنين وتلاتة وعشرة. ويمكن كمان احيانا ان انتوا بتعتذروا عن خطأ هو الشخص ده ارتكبه عشان انتوا ما تخسروش الشخص ده. انا شايف ان في توازن في حياتكم وفي قراراتكم وفي طريقة تعاملكم مع الناس اللي ممكن تكونوا بتسمحوا ليهم ان هم يكونوا موجودين في حياتكم. انا شايف ان انتوا محتاجين تعملوا بعض التعديلات في حياتكم من كتر ما انتوا يمكن بتحبوا شخص بتسمحوا له، يعني بتسامحوا كتير الشخص ده. من كتر ما انتوا بتحبوه بتسامحوه كتير، لان انتوا بتخافوا ان انتوا تخسروا الشخص ده، او ان هو يبعد عنكم. انا شايف ان بيكون في خوف جواكم بيخليكم تتنازلوا عن حقكم، والحاجة دي محتاجة ان هي تتغير فيكم. مش انا عارف ان هي مش هتتغير في يوم وليلة، يمكن للبعض منكم هتتغير، يمكن هياخد وقت، بس لازم ان انتوا تشتغلوا على نفسكم فيها في الموضوع ده، لأن الموضوع ده وحش. في أوقات محتاجين إن انتوا تظهروا فيها الطيبة والحنية، وفي أوقات تانية محتاجين إن انتوا تبقوا ثابتين وما تتهزوش، وتقدروا إن انتوا تاخدوا فيها قرارات عشان ما تندموش بعد كده، أو عشان الحب اللي جواكم للشخص ده يمكن بضعفكم وبتنازلكم ممكن يخليكم تخسروا الشخص ده. انا شايف ان في حد كتير مهتم بيكم ومهتم لاخباركم، ويمكن بيحاول ان هو يعرف عنكم كل حاجة، او ممكن يكون بيحاول ان هو يوصل لكم، او يمكن بيراقبكم على السوشيال ميديا، او يمكن يكون بطريقة ما بيحاول ان هو يراقبكم بس عشان هو بيحبكم. يمكن عشان الشخص ده ملهوف عليكم، او في اوقات كتيرة من بعض، او في اوقات كتيرة مع بعض انتوا يمكن قضيتوها سوا، او الشخص ده حاسس ان انتوا اقرب ليه من اي حد تاني. الشخص ده حاسس ان زي ما يكون انتوا مش معرفة يوم او اتنين، انتوا زي ما يكون عشرة عمر.
زي ما يكون الشخص ده حاسس إن زي ما يكون كان في حياة كانت ما بينكم قبل كده، زي ما يكون ذكريات أو كلام أو في يمكن خروج أو يمكن أحلام أو أمنيات اتبنت مع الشخص ده. الشخص ده يمكن كان معاكم بيحس إن هو على راحته أو على طبيعته، يعني زي ما كانش في أمور محتاج إن هو يتصنع فيها عشان تعجبوا بيه أو تحبوه. انتوا زي ما يكون حسستوا الشخص ده بمشاعر او باحاسيس الشخص ده مهما مر عليه الوقت او مهما حصل ما بينكم مستحيل يقدر ان هو ينساها. في حاجات كتيرة ممكن تكون في الفترة الحالية ممكن تكون تعباكم، بس الكروت هنا عايزة تقول لكم في اوضاع او في حاجات يمكن انتوا محتاجين ان انتوا ما ترهقوش نفسكم في ان انتوا يعني تحللوها او ان انتوا توصلوا لامر معين او لاجابة معينة، لان انتوا محتاجين ان انتوا تتوقفوا على التفكير، ومع الوقت كل الامور او كل حاجة هتوضح ليكم مع الوقت. بس انا شايف ان في نهاية الطريق ان الحب في انتظاركم وانتوا عارفين ده. يمكن انتوا حاسين ان في حاجات كتير اتأخرت عليكم، بس انا شايف ان في الاخر هتقدروا توصلوا للحاجات اللي يمكن ان انتوا حلمتوا بيها، ويمكن بصورة افضل كمان من اللي انتوا رسمتوها لنفسكم. الشخص ده بيحبكم جدا، وزي ما يكون في امور وضحت ليه بس يمكن متأخرة، ولما عرف ان في حاجات يمكن ان هو كان غلطان فيها او يمكن ساء الظن بيكم، او يمكن لما ضميره أنبه ابتدى يأنبه ويمكن يعيد حساباته من تاني. الشخص ده زي ما يكون معرفته للحقيقة زي ما يكون ندمان أو تعبان، عارف إن هو غلط في حقكم، إن هو ممكن يكون عاملكم كده أو بأسلوب وحش. الشخص ده رجع يعني راجع وعايز بداية جديدة معاكم واستقرار، وممكن كمان يعرض عليكم الارتباط أو الزواج. فخلي بالكم لأن الشخص ده بيحبكم جدا، فما تقلقوش واستبشروا خير وإن شاء الله خير. لو عجبتكم القناة ما تنسوش إن انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة.